خير عليكم وعودة للأفلام الزمن الجميل. والمشهد ده من فيلم غزل البنات للنجم يوسف وهبي ونجيب الريحاني وعبد الوهاب. يلا بينا نشوف المشهد. لو عجبكم اعملوا لايك. يلا بينا. يا ده الهول اللي جابك يا نسا في بوادر الليل المدى. قتلنا قتيل يا أستاذ. يا ده الهول قتلت بيه بنظرة ساحرة من نظراتك ولا بعيونك الخارقة للعادة. أستاذ إنسانة تأتي في بوادر الليل، فعنيها مكر ودلال، وفي ايديها جوزين حمام. أستاذ ازاي صحت؟ ازيك يا حضرتك؟ تبقى مين وبتشتغل ايه؟ انا بشتغل طيار يا فندم. طيار؟ ايوه، بس بطير بالفول. اسمه حمام. ظريف استاذ فراخ انت. النهارده معايا الفنان الكبير شعبان عبد الرحيم. بلاش الجدع اللي اسمه شعبان ده، اغانيه بتقطع القلب، خصوصا هو بيعمل ايه، بحس اللي فرامل العربيه زي النهارده بيغني اغنيه الانسان اللي بيحب لازم يضحي في سبيله. ده كلام فارغ، كلام رواية. هديك مثال بسيط. لو انت بتحب الانسه ليلى، يحبني انا؟ بقول لك افرض شفتني اتجوزتك، شفتني جبت مازول. كمل يا استاذ، كلامك حلو. نفرض الانسه ليلى ما بتحبكش. طبعا ما حبوش، الواحد يحب فراخ يحب بط انما حمام. يبقى اذا تكون انت اناني وتخليها تحبك غصب عنك، ولا تضحي في سبيل سعادتها. وافرض العبية بتاعت التلات ولاد يجب عليك انك تنصحها. انا كده حظ كده تملي كده. هو زعل يا استاذ؟ انيسة ليلى الاستاذ فراخ بيحبك لدرجة انه هيكاكي؟ مش معقول يا استاذ، مش معقول. ليه؟ الموضوع ده كتبته في كثير من رواياتي. الفرخة اللي بتبيض لازم تكاكي. وكانت الضحية هذا الإنسان البريء. وما الدنيا إلا مسرح كبير. يا ليل يا ليل اشتكيت من كتر ليل يا ليل. يا عين يا والكاس في ايدي مليت